من نهار عرفنا المدعو الدكتور الفايد وحنا كنعرفوا عليه باللي هو اختصاصي في التغذية والزراعة وكل ما لديه علاقة بالجهاز ديال المناعة، وما كاينش شي مغربي اللي ما تفرج ليش في شي فيديو ديالو. وكان معروف عليه باللي كينصح الناس بالخصوص انهم ياكلوا البلدي ويبعدوا على المعلبات والكيماوي ويركزوا على الشعير والقمح وماكلة الدار. وكان في الهضره ديالو ديما كيجبد القران والسنه وكيستدل بايات قرانيه كريمه. يعني السيد كان ملتزم، وهذا الشيء اللي خلاه عزيز على بزاف ديال المغاربه، والناس تاثرت به بزاف حتى وصل لحد كتسول شي واحد كيقول لك راه قالها الدكتور الفايد. حتى لهنا كان كل شيء مزيان. المهم السيد غادي يغبر واحد المده ومؤخرا رجع بقوه، ولكن ماشي في الدومين ديالو الاختصاص اللي كيعرف ليه. لا، السيد رجع ولا كيهضر في علم الفقه والشريعه والاحكام الاسلاميه، وخرج بشي تصريحات غريبه عليه. السيد ولا كيطعن في العلماء والشيوخ وكيقول عليهم باللي هما السبب في خراب وتخلف المسلمين، وهضر على الصحابه وقال لهم باللي حتى هما ما فاهمينش القران مزيان. داز الايات الكريمه وبدا كيفسر فيها كما بغا هو وكيحرف فيها. قال لهم باللي مخترع المصباح غادي يدخل الجنه بلا ما يتحاسب واخا يكون كافر. هضر على الحجاب وقال لهم ماشي شرعي ولكن هو فقط من اختراع العلماء والشيوخ. زيد عليها انه احتقر احكام الحيض والنفاس وقال لك ما كاينش هادشي في القران والسنه. وزيد وزيد، حيت هادشي غير شويه من بزاف. الخلاصه السيد تقلب ولا واحد اخر من التغذيه والنصيحه والقران الى الضرب في احكام الله والفقه والتفسير الباطل. وهنا لازم نطرحوا السؤال، علاش تبدل السي الفايد؟ علاش ولا كيهاجم اهل الدين والعلماء؟ فين باغي يوصل من مورا هاد الفيديوهات الاخرانيه ديالو؟ شكون كيدعمو واقف من موراه؟ المهم هنا عندنا جوج احتمالات. الاحتمال الاول، السيد مات ليه الحوت وما بقاوش كيسولوا فيه وسائل الاعلام كيف الاول، وما بقى حتى واحد مسوق ليه ولا الهضره ديالو. ناض فكر مزيان شنو غادي يدير، اجي نوض ندير فيديوهات وندير البوز ونهضر على الصحابه والقران ونطعن في العلماء باش نرجع للواجهه. وفعلا داكشي اللي كان، رجع الاسم ديالو للواجهه وبدات الناس كتهضر عليه من بعد ما تنسى في خطره. هذا هو الاحتمال الاول. الاحتمال الثاني واللي حتى هو ممكن، هو جهات خارجيه هي اللي موراه وهي اللي مدعمه يخرج يقول هاد الهضره هادي، حيت ما يمكنش السيد كان كيهضر غير بالقران والسنه وكيهضر في الاختصاص ديالو تبدل بدرجه ديال 360، ولا كيهضر غير على الفقه والاحكام والايات القرانيه رغم انه ماشي عالم ولا دكتور في الدراسات الاسلاميه ولا شي محاضر ديني. يعني هاد التحول بهاد السرعه ما كيدخلش للعقل، والقضيه فيها ان والفايد اللي عرفنا ماشي هو هذا اللي كيخرج لنا بهاد الفيديوهات. الحقيقه سوا اليوم ولا غدا غادي تبان ان شاء الله. احنا من جهتنا كنطلبوا ليه الهدايه والثبات ويبعد على القران والسنه والدين ويبقى غير في الاختصاص ديالو اللي كيفهم فيه. المهم انا غادي نتوقف هنا باش ما نطولش عليكم. شكرا لكم بزاف على المتابعه، ونتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد وموضوع جديد على قناه كلاش ماسك. في امان الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.